ده مدخل وادي الملوك، وده الطفطف اللي بنركبه. وهنا دي أولى المقابر اللي اكتشفت في وادي الملوك. طول ما انت ماشي هتشوف مقابر معظمها على اليمين في البداية، ثم على اليسار طول ما انت داخل وادي الملوك. بيقولوا ان الوادي تم اختياره علشان مقدمة او اعلى الجبل اللي قدامنا ده عامل زي الهرم، ويمكن ده السبب اللي تم اختياره علشان يبنوا او ينقروا الجبل ويعملوا وادي الملوك هنا. مجموع المقابر اللي تم اكتشافها في وادي الملوك 63 مقبرة. في ناس بتقول 62، آخرهم توت عنخ آمون. ورقم 63 دي عبارة عن ورشة تحنيط تم اكتشافها، واللي اكتشفوها أمريكان. وفي مقابر طبعا مكتشفة من أكثر من 1800 سنة، وفي مقابر تم نهبها، وفي مقابر تم استخدامها كأماكن للعبادة بالنسبة للإخوة المسيحيين. وفي مقابر منقورة وتدخل لها بسلالم، ثم 4 غرف محاوطين بعضهم. وفي مقابر تانية منقورة ومدخلها حتى أعمق جزء فيها هي محفورة بطريقة واحدة. وما زال السياح بيستمتعوا بمقابر وادي الملوك والرسومات والجداريات اللي موجودة داخل وادي الملوك. احنا داخل مقبرة رمسيس الرابع، وهي المفروض تاني مقبرة في الاكتشاف. عظمة الصانع المصري، العظمة لله سبحانه وتعالى برضه في الإبداع في المقبرة، سواء في السقف أو في التابوت الضخم الخاص بالمقبرة أو في الكتابات اللي في داخل المقبرة اللي بتوصف عالم ما بعد الحياة، عالم الموتى، مجموعة الآلهة اللي ممكن يقابلوها، مجموعة الأماكن اللي ممكن يدخلوها في كل مكان داخل المقبرة. لحظة مع التلفزيون الياباني. الله أكبر، الله أكبر. ياباني 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 فور ملكك.
あの正面が、はい。これ見てください。この正面が問題。照明。そう、その正面が。まあ、切れるね。もう、はい。それを詳しく私も勉強したい。こっち側が書いてあること違うんですね。こっちとこっちでね。こっちはなんか洞窟の書とか。そう、あと王様のいろんな名前書いてあって、これとかね。はい。すごい。名前なんですかね。そう、名前、カルトゥーシュはね。名前ラムセス5世か6世ってなんか書いてあるんですよね。でも5世とか6世はですね、我々が後で付けた名前ですね。そう。みんなラーメセスと書くんですけれど、下の名前が変わるんですね。